كبر كبر، خلي الكرامة والشهامة زاد يا حمام القدس في رحاب القدس، خلي الأمل في ولادنا وولاد يا حمام القدس في رحاب القدس، خليك صامد عالجباب، خليك واثق بالعرب، خليك عالإسلام، خليك واثق فيه يحميك يا حمام كيف ما حميت نبي يا حمام يا حمام يا حمام القدس، ثورة ثورة في كل فلسطين، خلي الحجارة بمثابة جمرة تحرق المحتلين يا حمام القدس، ثورة ثورة. شوف السحاب وشوفه وانت طاير يا حمام القدس في رحاب القدس، تلقى الفدائي بالشراع الطاير كاتب عليه القدس في رحاب القدس، دل على ديار العدو رعيب اللي يستوطنوا، دل على ديار العدو ورعيب اللي يستوطنوا، كل الخليل خليل وديار أهلنا فيه، ما عندناش جميل نهدر الروح عليه يا حمام يا حمام. نظرا لما تمر به المدينة من تفشي الوباء الخطير وخروجه عن السيطرة، قررت السلطات الآتي: أولا نسف المدينة بالكامل، ثانيا على من هم خارج المدينة التوجه فورا إلى نقطة حدود. According to the spread over of the severe epidemic in the city and being out of control, authorities decided: first, evacuate the entire city. Second, all the people who are out of the city go to the center point. تمام يا فندم. نفذنا كل الأوامر بالظبط. المدينة اللي فيها الوباء اتنسفت بالكامل، ما بقاش منها أي حاجة. مفيش غير 5 بس دول كانوا بره المدينة وقت الوباء ساعات. دول يا فندم أشوفهم وأتأكد من سلامتهم، والسليم منهم منقله للمدينة التانية. طب واللي مصاب بالوباء؟ دول يا فندم اقتله فورا، علم وينفذ يا باشا، تحت امر سعادتك. سلامة يا باشا. انت سلامة. روح يا باشا. هم دول يا ابني اللي اتبقوا من الوباء؟
ايوه يا باشا، هم دول اللي بقوا الوباء. سيبهم انت، انا هشوفهم. روح شوف عندنا تموين قد ايه. تموين؟ التموين خلص يا عماد باشا، وما تنسانيش بقى كلك نظر. التموين خلص على كرشك يا ابني. بطل اكل. خد هنا تعال. تعال اسرع يا ابني. احمد باشا، قول لي يلا، عندك كام فدان في المدينه دلوقتي؟ ولا حسابك في البنك بقى كام؟ ما تعدش يا عماد باشا، الفدادين كتير وحساب البنك ما لو عملت حساب جديد، وكله من غير سعادتك يا باشا، ودايما يجعله عامل. خلاص يا حبيبي، خلاص يا بابا. عمل الخير والاجر والثواب عند الله. روح. ابو الخير الحسيني، عمدتنا وكبرنا، يا مليون اهلا و100 مليون سهلا، ومرحبا عقول وسلامات وبط وز وحنان ابو الخير. حنان بيه الحقنا، شفت اللي عملوا فينا سلامه؟ يرضيك كده يعني؟ ولا سلامه نسي ايام زمان لما كنت امر من هنا ويقوم يفز زي التدبان يخدمني لغايه ما اعدي بعربات المحصول والتقاوي والكيماوي وياخد اللي في النصيب. ليه كده بقى الكلام اللي ملوش لازمه خالص يا ابو الخير؟ كده تزعلني منك، وانت عارف انا لو زعلت هعمل فيك ايه. والخير كده حف من غير حاطط العمده. اتغيرت يا عماد. بيه عماد بيه يا ابو الخير، واحسن لك تسكت خالص وتسمع الكلام عقبال ما اشوف مين معانا تاني. اصل انا عايز اقول انت اخرس. كنت هموت من خلقه وعطشان وجعان، وبالمره خلي الواد سلامه يحضر لي الحمام، محتاج استحمى. لا، هنا الخدمه تعجب حضرتك جدا يا صديق باشا. حالا ابعت لك الواد سلامه يجيب لك فرختين وحجر معسل متعمر، ونشوف لك بنت حلوه كده ونجوزك. ها؟ وانتوا عندكم الاوبشن ده؟ احنا هنهزر؟ طبعا نهزر. انت بتكلم صديق شرف الدين ولا انت نسيت انا مين؟ كلم. انت مين يا صديق؟ اوعى تكون فاكر نفسك لسه مسؤول. بص كويس حواليك. انت كنت مسؤول في مدينه واتنسفت واتمسحت من على الخريطه خلاص. وجودك زي عدم، وجودك مرهون بجره قلم مني انا وبس. يعني هتقعد على جنب وتركن جنب اخوك. كلب. الله يرحم، الله يرحم ما كنت بتقف انتباه لما اعدي عليك واشاور لك من شباك العربيه. ظهر ان النمله طلع عليها اسنان. كلمه تانيه منك هخلص عليك ومالكش بيا عندي يا صديق. فهمت؟ وانت مين يا ابني؟ وخرجت ازاي من المدينه؟ والله يا بيه عبد الرحمن، وخرجت المدينه بعد ما اتخانقت مع ابويا، سبت له البيت ومشيت. واتخانقت ليه مع ابوك يا رحمه؟ كنت عايز فلوس ما رضيش يديني. ما انت قد البغل اهو. اشتغل، اصرف على نفسك. مش كفايه كبرك وصرف عليك لغايه دلوقتي؟ لا، المفروض يصرف عليا، يعمل معايا زي ما جدي عمل معاه. جدي ساب له شقه جوزه، يبقى هو كمان يسيب له شقه يجوزني، يصرف عليا في كل سنين تعليمي. هو ده دوره. وانت دورك ايه؟ تاكل وتشرب وتلبس ويجيب لك شقه ويجوزك؟ ناقص كمان يجيب لك المزاج وعلبه السجاير. لو مش هيعمل كده بيخلفني ليه؟ عيشه فقر وحي فقر. انت لو تشوف صحابي في المدرسه زمان او في الكليه دلوقتي اهاليهم عاملين لهم ايه، كنت عملت اكتر مني، كنت ولعت فيهم. اخرس. سلامه. امرك يا عماد باشا. عهدتك النهارده. اوبا يا باشا ايه؟ اسكت. هتعملوا فيها ايه؟ هتعرف. راح الولا. وانت مين بقى؟ انا ما شفتكش قبل كده. انا حصان ممتاز. سامع؟ ممتاز. وايه اللي مميزك؟ انسان عايش في حالي وماليش دعوه باي حاجه. اروح شغلي واخرج بيت وارجع بيتي اخر النهار. اخرج من شغلي ارجع بيتي اخر النهار وادخل بيتي واخرج منه تاني يوم الصبح. لا ليا في الطور ولا في الطحين. امشي جنب الحيطه تريح وتستريح. حر. بص، بس ممتاز. ده ممتاز قوي.
وانت مين؟ مروه بنت الشيخ محسن. الشيخ محسن؟ مش ده بقى اللي كان وجع لنا دماغنا بالحلال والحرام والاخلاق والضمير؟ الله يرحمه. كنت بتعملي ايه بقى بره المدينه يا حلوه؟ زياره عند قرايبنا. قرايب وزياره حلو. سلامة عم باشا. ظبطته؟ ظبطته تلميذك يا باشا. ولا خلاص يا عماد بيه، اي طلب هنفذه فورا، بس ابوس ايدك بلاش سلامه تاني، بلاش. خلاص اسكت يا حبيبي، دي حاجه بسيطه بس، محدش يعرف قيمه امه غير لما يجرب مرات ابويا. فهمت؟ بص بقى بالصلاه على النبي، انا عندي تعليمات واضحه وصريحه، اي حد فيكم مصاب بالوباء انا هقتله فورا. يعني بالبلدي كده انتوا مالكمش جاي عندي، بما انكم سلال ومحدش فيكم مصاب بالوباء، انا المفروض اسيبكم تعدوا كده للمدينه الثانيه. كل شيء وله ثمن، الحياه نفسها تاخد مننا الثمن. شوفوا بقى كل واحد فيكم هيديني رقبته بايه. اسمع كويس يا عمده، هجيب عنكم شويه، فكروا، ولما اجي عايز اشوف انتوا بتحبوا الحياه قد ايه وممكن تدفعوا لي فيها كام. بصوا بقى يا جماعه، محدش له دعوه بيا، انا طول عمري عايش كافي خير شري، ومن الاخر انا محوش قرشين وعندي بيت في المدينه الثانيه ياخدهم ويسيبني، وانا كده كده ماشي على المثل اللي بيقول ريح تستريح، وما عنديش كلام تاني. ايه اللي بتقوله ده؟ انا مسؤول وعارف القانون كويس. اي موظف بيستغل سلطته للتربح والتكسب القانون بيعاقبه بالغرامه والسجن. وانت كمواطن شريف مش من حق اي حد يستغلك او ياخد منك اي حاجه غصب عنك. ولازم كلنا نحارب الفساد، لان اللي حصل في المدينه من وباء كان نتيجه طبيعيه للفساد اللي كانوا عايشينه، وعلشان كده لازم كلنا نحارب الفساد مهما كان مكانه، مهما كان بيمتلك من سلطه. وقضينا على جنب وما تزيدش يا عمده يا صديق. وانت ازاي قابل على نفسك كده تعيش حياتك وانت سلبي؟ ازاي قابل على نفسك تكون صفر على الشمال ولا لك اي لازمه في الحياه، مستسلم وماشي جنب الحيطه؟ انا عن نفسي كعمده ما اقبلش اكون حاكم لامثالك من الناس العاديه. ده انت مكبرها على الاخر بقى. امثالك من البشر حياتهم ما تعمرش الارض ولا يمكن يكونوا سبب في اي تقدم، ده بالعكس، ده انتوا ترجعونا لورا وتكونوا سبب في التخلف والوباء اللي ينسف الارض باللي فيها، مش المدينه بس. بس انا شفت الخلقه دي فين؟ انت كلم يا صفر. انت كنت شغال فين قبل الوباء وناس في المدينه؟ في مكتب حاكم المدينه. هو وكمان في مكتب الحاكم؟ يعني كل ورقه وكل قرار عندك علم ليها وعليها امضتك؟ يا اخي اخس يا ابن اللعيبه، ده انت مفيش مشروع اسمك مش عليه، جديد كان او قديم وبيتجدد. انا عرفت ليه الوباء انتشر في المدينه، من فسادك وسلبيتك انت وامثالك. ايه مالكم؟ في ايه؟ كنت عملت ايه يا حضره المسؤول عشان تحاسب فات؟ وانت يا حضره العمده كنت عملت وقت ما الوباء انتشر في المدينه؟ ماسكين الراجل نازلين فيه تهذيب علشان مسالم زي ما بيقولوا. وانتوا بقى كنتوا عايشين ازاي وفين وليه؟ بقيتوا ازاي كده من الغنى والنفوذ والاراضي؟ انا بقى مش عارف اديله ايه. انا اساسا ما حلتيش اي حاجه، لا فلوس ولا بيوت ولا نفوذ ولا حتى اهلي اللي سبتهم ومشيت واللي مصممين اني اتعلم. طب ازاي وانا ابويا راجل على قد حاله او الحقيقه فقير؟ ما حلتوش حاجه، واللي مش فاهم ولا عارف مستوى زمايلي اللي منهم
وليد صديق شرف الدين. اخلص يا كلب، اني انا زميلك انت يا فاشل. اصبر بس لما تعرف مين كمان معانا. الطالب حسن ابو الخير الحسين. او انت في نفس المكان اللي فيه ابني انا. انت نكره. انا وابن الحاكم كمان معانا كمان. وطبعا بيصرفوا فلوس ما اقدرش اصرفها، وعايشين عيشه ما اقدرش عليها، ولا اهلي يعرفوها ولا حتى يحلموا بيها. كل ده قلته لابويا. ايوه قلته لابويا. عارفين رد عليا وقال لي ايه؟ قال لي يا ابني على قد لحافك مد رجليك. قلت له ليه يا ابويا؟ ليه يا ابويا الحافنا صغير والحاف غيرنا اكبر منه؟ ليه اكون انا ابن راجل فقير يا دوب بيضحك على نفسه ويقول انه عايش وهو في الحقيقه ميت ضمن ملايين ميتين وهم احياء؟ رد عليا وقال لي يا ابني ربنا مقسم الارزاق على الخلق وكل واحد بياخد نصيبه. خرجت عن شعوري، صرخت فيه. ايوه صرخت فيه. قلت له ما انت فقير بتخلفونا ليه؟ الفقير ملوش حق يتجوز ولا يخلف. الفقير يعيش بس عشان يخدم وياخد اجرته ذل ومهانه. كل اللي قدر يعمله طردني من البيت. ضعيف، مع انه سهل يبقى احسن، يبقى مليونير كبير والحكايه معروفه، يكون حرك يعيش ويعيشني. لكن للاسف لو فقر وشرف. انا ما كانش المفروض اضربه، بس انا كان المفروض اقتله واشرب من دم واعمل فيه فقره وجشعه. انا كنت عايز افهمه ان الدنيا اتغيرت. كنت عايز يفوق يشوف اللي مش قادر يشوفه. انت تستاهل الحرق. انت لو ابني كنت قتلتك ودفنتك وعملت فرح كبير اللي خلصت فيه من عارك. مش قوي كده يا عمر. ابنك كان مصاحب رقاصه، شوف الواطي، ما خدتيش معاه ولا مره، وبيسهر عندها كل يوم. هو ابن المسؤول المحترم. يبقى ما شافنيش معاه ولا مره. اخرس. ابني مات في الوبا وراح عند رب كريم. اياك تجيب سيرته على لسانك. قوي. بصوا بقى، صحيح الوباء انتشر في المدينه واتنسفت بكل اللي فيها، بس كل واحد عارف كويس هو عمل ايه. بقول لكم ايه؟ هنعمل ايه دلوقتي؟ هل الحدود هي الفاصل بين مكانين؟ ولا الحدود فاصل بين موقفين؟ من سنة 1880 كان في ناس على الحدود، بس الحدود بتاعتهم كانت الفاصل بين الموت والحياة. ازاي تقدر تقف وازاي تتصرف؟ كيف تكون الأخلاق بهذه الحقارة؟ هل يوجد بينكم من يستطيع الإجابة عن تلك المساومة بين حياته وموته؟ أين الضمير الحي الذي يدفع الإنسان لكل خير؟ أين العدل؟ أين الحقيقة؟ ملايين من الأسئلة. ايه يا جماعة الخير؟ وصلتوا لايه؟ ومن الاخر كل واحد فيكم هيفزي رقبته بايه؟ قلت ايه يا عمده؟
اوعى تفتكر عشان الموقف اللي احنا فيه ده تبقى انت الاقوى او انت صاحب السلطه. لا، انا برضو العمده ابو الخير الحسيني. اظن فاهمني كويس، وسمعتي ما تخليش ادفع رشوه عشان اخد حق طبيعي ليا. جميل قوي يا حضره العمده. بالنسبه لحبيبي سمعتك فهي معروفه قوي، نظيفه. هتدفع يا عمده وهتدفع كتير. وانت يا سيدي باشا؟ لا، اظن انت فاهم كويس انا مين، وطبيعي في حالتي معروفه، ولا انت ما بقتش شايف كويس؟ بص لي كويس وافتكر نزاهتي وسمعتي النظيفه واللي مش ممكن اوسخها ابدا مهما كانت الظروف. بص لي كويس وافتكر. حافظ شكلك وعارف كويس قوي انت مين يا صديقي. وشهاده للحق انت ما حدش عارف يمسك عليك حاجه طول عمرك. بس انا اعرف كتير كتير قوي. ممتاز. بص بقى يا عماد بيه، انا محوش قرشين تحويش العمر، خدهم. وعندي بيت في المدينه الثانيه، خده كمان. هات ورقه وانا اكتب لك مبايعه دلوقتي وفورا. ممتاز ممتاز. انت لا اسم على مسمى، مثل اعلى لكل الشباب اللي في سنك. حسام ممتاز. الله الله باشا باشا باشا. خلص يا حبيبي. عليه الرباية. بص يا عماد بيه، انا ما حلتيش اي حاجه وما عنديش اي حاجه تتخيل ان هي ممكن تنفعك. ما انا عارف. مفيش غير انك باخلاقك العاليه تسيبني اعدي للمدينه. بايه؟ باخلاقك العاليه. اخلاقنا؟ ايوه. سالت عليها قبل ما تقول الكلمه دي. بص يا حبيبي، انت هتنفذ كل حرف هقول لك عليه، ماشي؟ ماشي يا باشا. الواد سلام عرف يربيك كويس. كويس قوي. وانت يا ستنا مارو عندك ايه تقدميه؟ علم، شرف، اخلاق. تعرف عنهم حاجه او تفهم قيمتهم؟ انت بتقولي ايه؟ بقول الحق اللي علمهولي ابويا. العلم والشرف والاخلاق هم اساس اي انسان. انت دي المسعور، بتنهش كل اللي يجي قدامك، عامل زي الوداء ما تعرفش خير من شر، بياخد كل اللي في وشه. ايه؟ احنا نهزر؟ انا يا بنت محسن بقول لك ايه؟ وحياة من خلق السماء والارض لنفعك تمن كل حرف قلتيه، دم مش دموع. زعلت؟ خلاص انا مش عايز اسمع صوتك. انا وصلت هنا بعرقي وبمجهودي. انا كنت بضحي بوقتي وبنفسي كل يوم عشان انا ابقى احسن. هنشوف دلوقتي بقيت احسن ازاي. والاستغلال وعدم النزاهه ما قوله. بريء. انا ما عملتش حاجه. انا بريء. انت متهم بالتربح من مكانك في نقطه حدود، فما قولك؟ انا ما عملتش حاجه من نفسي. كلكم منكم وليكم، انا مجرد بواب بس. انت متهم باستغلال كل من مر من هنا حتى لو كان فقيرا، فما قوله؟ انا ما عملتش حاجه.
كل واحد كان بيقدم خدمات وبيطلع من جيبه بدون سؤال مني. محكمة مسؤول الدعاء. تقدر تقول لنا تعليمك ايه؟ وبقيت مسؤول ازاي رغم صغر سنك؟ انا مش فاشل في التعليم. تعليمي كان مناسب جدا لشغلي. ما كانش طالبين دكتور يشتغل على الحدود هنا. صحيح انا كان نفسي اكون دكتور بس ما حصلش. حضرتنا كان في اخر المدينه المنسوبه. اكبر طموح لاهله انهم بعد وجبه عشاء واحده بس وبطنهم مليانه، وطبعا ما كانش بيحصل. انما الحال اتغير من ساعه ما اتعينت هنا على الحدود. انا كل هنا بمجهودي وبعلم. ازاي بقيت مسؤول الحدود؟ وفين المسؤول اللي قبلك؟ ده كان راجل فاسد، كان بيعدي حاجات كتير. وطبعا انت بقى بلغت عنه عشان تاخد منصبه رغم انه شريف، بس انت اتقدم. لا، انا كان طموحي كبير. انا كنت عايز اوصل، كنت عايز ابقى حاجه بدل ابويا وبدل امي. هم السبب. لو كانوا اغنياء ما كانش هلقى نفسي. ما كنت عشت في بلا مكه، وكنت عشت في احسن عيشه بعيد عن الفقر والجهل وكسره العين. انا فعلا كلمتي كانت كده لما خدت في الامر. قلت له يا كرامي تقدر تشيل نفسك، وان اخواتك محتاجين للقرش اكتر مني. كفايه عليا انا 4 حيطان يلموا عظمي واكل في البيت 6 جوعي. مطلوب منهم كان مطلوب منهم كتير. كانوا يسألوا سؤال واحد بس لنفسهم، كانوا بيدوروا على خلفه ليه؟ تعالوا شوف اللي خرج والعيش كتابه، ولا اللي ورث عليه علشان شوية، ولا اللي قالوا خرج يكمل تعليمه بره، ولا اللي دخلوه في فيلا طويله عريضه. انا مش عاقل منهم. عشان كده قررت تدمر المدينه وتقتل اهلها وتمحي الفقر. محكمة. كل الأدلة ضدك يا عماد، والقانون بيقول العين بالعين والسن بالسن والبادئ أظلم. كل الأدلة ضدك. نفسك المريضة هي سبب ظلمك وغدرك. انت السبب في دمار المدينه وهلاك اهلها. محكمة. حكمت المحكمة عليك بالموت بنفس الوباء اللي دخلته المدينه. انا بريء.